الجزائر أعلنت ما تسمى بحركة شباب التغيير إنشاء جناح عسكري للدفاع عن الحركة ضد أي محاولة من قيادة جبهة البوليساريو لحلها. حركة شباب التغيير أسست في شهر فبراير الماضي من قبل عدد من الشباب الصحراويين في مخيم تندوف، وهي تتهم قيادة البوليساريو بالفساد وتطالب بتحسين أحوال اللاجئين، كما تطالب برحيل الوجوه القديمة من قيادة البوليساريو وإدخال وجوه جديدة شابة إلى القيادة الجبهة، كما يطالبون بوقف ما سموه بالمتاجرة بمأساة اللاجئين الصحراويون، كما تطالب بتمكين سكان تندوف من الحصول على بطاقات لاجئين ليتمتعوا بحقوقهم التامة. الآن عبر الهاتف يعلق حول هذا الموضوع مباشرة عبر الهاتف من مخيمات تندوف في جنوب الجزائر محمد لمين، الناطق الرسمي باسم حركة شباب التغيير، ينضم إلي. سيد محمد، مرحبا بك. سمعت ربما سيد نفعي هو ينفي وجودكم تماما كحركة، وأنتم أصدرتم بيانا اليوم بإنشاء جهة عسكرية لكم لمحاربة ربما أي تحرك لحلكم. بماذا ترد؟ هل أنتم موجودون فعلا أم أنكم حركة وهمية؟ لا، نحن موجودون وحركة حقيقية. أنا محمد لمين البنباري، الناطق الرسمي باسم حركة شباب التغيير، فرع مخيم العيون مخيمات تندوف جنوب الجزائر. أسباب نشأة هذه الحركة 40 سنة من المعاناة تحت قيادة فاسدة، 40 سنة من سرقة المساعدات الغذائية من طرف قيادة البوليساريو التي ابتنت هي وعائلاتها ولديها منازل فخمة في الجزائر وموريتانيا وأوروبا. العالم تغير من حولنا وبقينا نحن في هذه الأرض القاحلة التي تشبه كوكب المريخ تحت قيادة نفس الأشخاص. أكثر من هذا، عندما رأت هذه القيادة أن الشباب الصحراوي يتعاطى التجارة بين مخيمات تندوف وموريتانيا من أجل إعالة أسرهم، خافت هذه القيادة أن يصبح هؤلاء الشباب مستقلين في آرائهم، فلجأت إلى محاصرتهم بإنشاء حواجز رملية تحول دون تنقلهم ومعاقبة كل من حاول كسر هذا الحصار. هذه هي الأسباب الحقيقية وراء نشأة حركة شباب التغيير منذ فبراير 2014. نعم، ولكن إذا سمحت لي، ألا ترى أن هدف قيادة جبهة البوليساريو هو ربما هدف أسمى من المصالح الداخلية التي تحدثت عنها أنت؟ فقط أنتم تتحدثون عن تضييق اقتصادي، عن عدم منحكم ربما رخص لمزاولة التجارة وما إلى ذلك. لهذا أنتم انطلقتم وخرجتم؟ نحن انطلقنا بسبب هذا الظلم الذي عشنا فيه منذ 40 سنة. الحرمان، نحن نطالب برحيل هذه القيادة الفاسدة، هذه القيادة الهرمة التي تعتبر أقدم قيادة في العالم وأفسدها. نعم، محمد لمين الناطق الرسمي باسم حركة شباب التغيير، هل لكم أي علاقة أو أي ارتباط بالمغرب؟ هذا هو رأيهم، هذا هو رأي القيادة الفاسدة. عندما نقول الحق يتهموننا أننا خونة، أننا عملاء. لماذا؟ لأننا نقول كلمة الحق. هم فعلا يسرقون المساعدات الإنسانية. في الحقيقة هم سرقوا المساعدات الإنسانية. المنظمة الدولي يعطي اللاجئين الصحراويين مساعدات غذائية تكفي ل 160,000 نسمة، بينما عدد اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب الجزائر يتعدى 90,000 نسمة في أقصى تقدير. قيادة البوليساريو لا تكتفي فقط بسرقة المساعدات الغذائية، بل تعمل كذلك على المتاجرة بمواد حيوية كحليب الأطفال، وذلك من أجل الازدناء على حساب معاناة اللاجئين الذين لا تكفيهم هذه المساعدات حتى لمدة 15 يوما، زيادة على أن كل من عارض قيادة البوليساريو يتم قطع هذه المساعدات عليه وعلى أسرته من أجل الضغط عليه. وهو يريدني أن أعطي وجهي وأن أعطي معلوماتي التامة، لا، لأني أخاف من أن يتم استضافي من طرف المخابرات العسكرية الصحراوية لجبهة البوليساريو. أشكرك جزيلا من مخيمات تندوف في جنوب الجزائر محمد لمين الناطق الرسمي باسم حركة شباب التغيير.